النقطتين التانيين في بقيه السوات. السوات SWOT، الاوبورتونيتيز او الفرص والتهديدات. ايه هي الفرص والتهديدات؟ دي الحاجات اللي بره الشركه مش جوه الشركه، دي حاجات بره الشركه انت ما تقدرش تعمل فيها حاجه. زي ايه؟ بتقول له خلي بالك انت عندك فرصه كبيره قوي في السوق ده ان انت لو عملت محتوى تبان وتظهر، لان عدد المنافسين اللي عاملين محتوى قوي 2 أو 3، فلو انت بقيت الرابع هتبقى انت ايه؟ فرصتك كبيره. كل ده كديجيتال ماركتنج اهو. ادي الفرص عندك. اول فرصه ان السوق دلوقتي لسه ساذج. ساذج يعني ايه؟ يعني في 2 أو 3 هم بس اللي شاطرين، انت ممكن تبقى الرابع. طيب ايه فرصه تاني؟ ممكن يكون المنتج بتاعه عليه طلب، او مثلا شركه سياحه في فتره الصيف دي سيزون، او مثلا في رمضان سيزون، ففي فرصه الفتره اللي جايه دي ان احنا لو نزلنا دلوقتي الفتره اللي جايه دي ناكل ايه؟ حصه من السوق، فدي فرصه. هل دي بايدك؟ مالكش دعوه بيها، دي حاجات بره عنك، يعني دي حاجات انت بتشوفها فرص في السوق عايزه ينزل يغتنمها. تمام؟ ادي فرص ان ايه؟ المنتج مثلا او السيزون. طيب ايه التهديدات؟ ايه اشهر التهديدات اللي بتهدد اي حد في السوق؟ اول تهديد المنافسين. يبقى انت ممكن تقول له والله انت التهديدات اللي بتهددك في السوق ده، اول حاجه المنافسين بتوعك اقوياء. التهديد الثاني، ما هو اقوياء يعني ايه؟ يعني بيحرقوا ايه؟ اسعار. المنافسين بتاعك اقوياء بيصرفوا كتير. اعمل له سكرين شوت من المنافسين واللي بيصرفوا كام.